ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا النهارده هنعمل غدا سريع ومش هياخد وقت معانا خالص، وهنعمله كله في حله واحده. هنعمل اكله ليبيه. طبعا كده يبقى انتوا عرفتوا هنعمل ايه. بصي، انا عندي هنا معلقه من السمنه، وحطيت عليها معلقه من الزيت، وسبتهم لما يسخنوا شويه. بعد كده انا عندي هنا بصلايه مقطعاها وحطيتها على النار. هقعد اقلب فيها لغايه ما تصفر معانا بالشكل ده كده. وبعد كده انا عندي معلقه من الثوم المفروم حطيته عليها. عايزه اقول لك الاكله دي انا بحبها جدا، وعلى طول لما اكون مستعجله ورايا اي مشوار بعملها عشان تاخدش معايا وقت. بص، انا عندي هنا فرخه شايله منها الجلد ومنضفاها جدا، وكنت نقعاها في محلول الملح. بتشيل الدم، بتشيل الزفاره، بتشيل كل حاجه. على فكره روعه، وبتشوفيها بالمنظر ده نضيفه خالص. بعد كده انا بحطها في البصل وبقعد اقلبها معاها كده لمده بس 5 دقايق بالشكل ده كده. بص الفراخ شكلها نضيف جدا ازاي. بعد كده بقى انا عندي هنا التوابل عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ملح وفلفل وكمون ومرق الدجاج بودر وتتبيله فراخ وكاري حار وحبهان وبابريكا. وعلى فكره كل التوابل دي كلها انا هحطها لكم في صندوق الوصف. عايزه اقول لك بتدي ريحه حلوه جدا، والكمون بقى ريحته خطيره في الاكل. بعد كده انا بقعد اقلب بس فيه شويه. عايزه اقول لك ريحه التوابل وهي بتتشوح كده طالعه خطيره، ريحتها خطيره، كانت قلبه فعلا البيت. بعد كده انا عندي طماطم ومصفيه من القشر بتاعه وحطاه هنا. دي شفشق من الشفشق خلاط ملياه كده من الطماطم. بعد كده انا بصي انا بسيبها هنا بقى كده لغايه ما بتتسبك معايا شويه. حطيته بسيبه هنا بقى يتسبك. اول ما يوصل معايا كده هقولك بقى كده نعمل ايه. انا عندي هنا فلفل الوان وفلفل اخضر. عايزه اقول لك الفلفل الالوان ده انا بقيت احبه جدا ومبستغناش عنه في البيت، لان بيدي طعم حلو جدا في اي اكل انا بعمله. بعد ما بحط هنا الفلفل بقلبه كده شويه. بجهز معايا ميه سخنه، متحطيش ميه بارده. بعد كده انا بحط الميه السخنه بغطيها معايا بالشكل ده. وطبعا انا بسيبها بقى لغايه ما تبقى الفراخ بتاعتي دخلت في السوا. تمام. طبعا انتي بتشوفيها، بتمسكي الفرخه بتاعتك وتدوسي عليها كده. اول ما لقيتيها كده يعتبر دخلت في السوا، خلاص ببدا اعمل ايه بقى. عندي مكرونه مش صغيره، بروح حطها على الاكل بتاعي وبقلبها كويس جدا. وطبعا بتدوقي محتاجه تاني ملح ولا لا. كده انتوا خلاص عرفتوا انا بعمل ايه. بعمل المبكبكه. على فكره انا عملتها قبل كده باللحمه ونزلتها، وبعملها بالفراخ. الاتنين حلوين، بس انا حبيتها اكتر بالفراخ. عايزه اقول لك على حاجه، انت لازم تعملي تيست للمكرونه. يعني انت دلوقتي كل شويه تفتحي الغطا وتقلبي علشان المكرونه ما تلزقش لتحت، وبعد كده بتوطي النار للاخر لغايه ما تستوي معاكي. عايزه اقول لك بقى الطلعه جميله جدا ومفلفله المكرونه، والفراخ مستويه جدا وريحتها حلوه قوي. جربيها تعجبك. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه مطبخ نيمو طلعت. والف هنا وشفا.